الو، معانا الاستاذ احمد ماهر المحامي الخاص بالمعلمه سوزان ياقوت. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذ احمد. الحمد لله. حضرتك شايف ازاي الواقعه حصلت، ازاي الموقف قانونيا؟ هل تم بالفعل اتخاذ خطوات قانونيه؟ معني كده؟ اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك احنا بدانا نتخذ الاجراءات القانونيه. حررنا محضر شرطه في الحاجات اللي بتتضرر منها المدرسه. وبدانا ان احنا نوجه لها الاتهامات بالتعدي عليها بالضرب اثناء اداء عملها في اللجنه، والتوجيه ليها شتائم بالسب والقصف والتعدي على السيده المعلمه. البنت غالبا في الصف الاول الاعدادي. صفعتها جامد يعني؟ صفعتها بشكل قوي؟ القلم عده مرات امام الطلبه وامام جميع المدرسين. دي اقوال المعلمه. طب معقوله يا فندم يعني عده مرات المدرسه بتتضرب بعصبيه؟ هل مفيش اي حد حواليها تدخل علشان هو يمنعها من الضرب؟ معقوله واقفه تاخد ضربات فقط؟ هي طبعا المعلمه فوجئت من تصرف الطالبه ده. مفيش حد حواليها يا استاذ احمد؟ اتفضلي. مفيش حد حوالين مفيش حد يا فندم حوالين المعلمه يوقف البنت اللي بتمد ايديها عليها؟ الطلبه كانوا موجودين وتدخلوا ان هم يبعدوا البنت عن المعلمه. ومع ذلك خدت صفعات كثيره يعني؟ نعم؟ ومع ذلك اخذت صفعات كثيره؟ يعني اتضربت كتير بالقلم يا فندم؟ مش في عدد الصفعات يا استاذه، المشكله في الصفعه حتى لو صفعه واحده. ايوه احنا كفل المعلم ووسيله تسجيل. طبعا يا فندم، كل التقدير، طبعا كل التقدير لمعلمينا كلهم، كل التقدير. ولكن انا اقصد يا فندم، انا اقصد انه يعني ازاي بشكل منطقي المعلمه تقف تاخد كل الضربات دي على وجهها من طفله في النهايه؟ يعني طفله، مين تدخل؟ مين منعها؟ محدش شال ايديها منها ابدا؟ اللي تدخل زميلاتها بعدوا البنت عن المعلمه. البنت طبعا ما اكتفتش ده بدات انها تشتم. ده انا هعرفك، ده انا هوريكي، ده انتوا مدرسه كذا. وطبعا تلفظت بالفاظ ما ينفعش ان انا اقولها للراي العام. اتطرحت كلها في التحقيق بتاع النيابه واتذكرت كلها امام النيابه العامه. طيب استاذ احمد، ان شاء الله هنتابع مع حضرتك يعني سير القضيه، وبنعتذر طبعا على الهواء من قناه الحدث لما حدث للمعلمه، ونتمنى احترام العمليه التعليميه اكثر من